السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، نهار جديد، معكم شيبة الدار مع فاطمة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وغادي نحضر معكم حلوى أولا ديال الزليجة ولا ديال الرخامة، يعني ساهلة، مكوناتها بسيطة. من الفيديو ديال إعجابكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، التعاليق ديالكم والبرطاج مع الأحباب والصحة، وتصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندوزو للمقادير وطريقة تحضير هاد الزليجة ساهلة، وخا تخدميها غير بنص كيلو ديال الكاوكاو وتخرجي واحد الكمية يعني زوينة. هنا عندي نص كيلو ولا 500 غرام ديال الكاوكاو. آه، حمرته وهرمشته كما تشوفوا معايا، ضروري يكون فيها الطريفات اللي مهرمشين باش يجي زوين، يجيكم زوين. يعني ملي تكونوا تعضوا في الحلوى ديالكم تحسوا بداك ديك الحبيبه ديال الكاوكاو. هنا جوج معالق ديال الكراميل، يعني كراميل منزلي اللي موجوده في الدار. الا بغيتو نحضروه معكم، غير خليوه لي في الكومونتيرات ونحضرو معكم. جوج معالق ديال العسل. هذاك الكراميل مع العسل تيعطي واحد المذاق زوين، يعني نتوما نكهو باي حاجه اللي بغيتو. يعني هاد الجليسه ساهله وبسيطه ودغيا دغيا تحضر معكم. هي خاص تبقى لك غير نهار العيد راكي توجديها. يعني ان شاء الله غادي نحضر معكم حلويات ان شاء الله اللي تصاطو لداد. دعموني في هذا اللايك ان شاء الله، اني معكم ان شاء الله يا رب. صافي تندخل هذاك العسل وهذاك الكراميل اللي درت مزيان مزيان. صافي تحسوا بداك الكاكاو ديالنا كامل، يعني يعني تشرب بين هذاك العسل. صافي وندوزو نديرو هنايا خديت هنايا الورق الزبدة كما تشوفوا معايا. صافي هنا باش غادي نسرحو ما بين جوج ديال الوراق ديال ورق الزبدة. صافي نحاول نقادو على شكل مربع تتجي لذيذة هاد الحلوى هادي. صافي تنعطي داك الشكل مربع، وصافي تندوز باش نسرحها بالدلاك. نحاولوا نقادوها مزيان مزيان باش متجيناش الجهه غليظه والجهه رقيقه. صافي تناخد، المهم تاخدو شي موس ولا شي مسطره وتقادوها مع الجناب من الجناب باش تجيكم مقاده. صافي هنا بعد ما قاديتها السمك ديالها ما يجيش رقيق بزاف وما يجيش غليظ، هذا هو السمك ديالها، يعني متوسط كما تشوفوا معايا. غادي نزيدها الشكلاط، غادي تزيد تاعلا. صافي غنخليها على جنب وغادي نذوب هنايا 200 غرام ديال الشكلاط. درت غير كالا، نتوما ذوبوا الشكلاط اللي بغيتو. كاع لا تنزيدوا فيها لا زيت ولا هي براسها دغيا تطلق لينا. ولا عندكم شي شكلاط يعني مجموع زيدوا واحد المعلقه تاع الزيت. صافي هنا ما دخلوش الثلاجة، يعني خليها غير تبرد غير فوق البوطاجي تبرد. الا دخلتوها الثلاجة راه ما غادي تجي تقطعوها، غادي تبقى تهرس ليكم. خليها غير فوق البوطاجي تبرد الحرارة ديال المطبخ. صافي ومن بعد شوفوها نشفتو شد هذاك الشفاط، تزيدو ديرو الطبقة اللي غادي تجي من الفوق.
صافي أنا تنحاول نحرّك هذاك الكاغط باش تتقاد لينا داك الشكلاط كامل. صافي هنايا راه يعني صافي جمد هذاك الشكلاط. وتناخد هنايا الشكلاط. درت أنا 300 غرام ديال الشكلاط اللي غادي يجي في الوجه. كمية ديال الشكلاط اختيارية، نتوما ديروا يعني ديروها على حساب تجيكم زوينة. بغيتي ديروا حتى 200 غرام ممكن. بغيتي شوية فيها شوية الشكلاط، درت فيها 300 غرام من الفوق و300 غرام من التحت. صافي هنايا غادي نخليها تجمد عاوتاني. أنا غادي ندير لها الخطوط يعني ديك الشكل الرخامي، وعاد نخليها تجمد. يعني مباشرة كي تنكب هذاك الشكلاط الأسود تيكون موجدة عندي الشكلاط الأبيض باش غادي ندير هاد الشكل الرخامي. دايرة هنا في البلاصتيك ولا أي بوش اللي عندكم. يعني مباشرة كي تكملوا هاد تكبوا هذاك الشكلاط الكحل، يعني تديروا هاد الشكلاط الرخامي اللي غديروا هذا الشكلاط الأبيض اللي غادي يعطيكم هاد الشكل الرخامة. المهم الشرح يكون واضح. المهم الفيديو راكم تتفرجوا. صافي تناخدو شكيرطو وصافي تنبقاو نمشيو بخطوط يعني معاكسين. راكم تشوفوا معايا اتجاه معاكس. صافي هنايا تنحاول نقادها. صافي ونخليها هنايا حتى تشد راسها. وعاد ندوزو باش نقطعوها. أنا غادي نخليها تنقلبها غير نشوفها شدت راسها تنقطعها باش تجيني في التقطاع ساهلة. دابا الجو راه بارد دغيا دغيا تتنشف دغيا الشكلاط دغيا تينشف. وانتم تنقطعوا شويه كبار، نتوما قطعوا السمك اللي بغيتو، يعني صغر من هكا ممكن تقطعوا هاد الحلوى ديال الرخامه وتخرج كميه اللي زوينه. بهاد العبار اللي عطيتكم راه تخرج كيلو ونص ديال الحلوى ديال الرخامه، نص كيلو ديال الدقيق. نص كيلو عفوا ديال الكاوكاو مع الشوكولات، يعني راه كيلو ونص اللي تخرج فيها. الا ما يكونش فيها الكسر بزاف تهرس ليكم بزاف. وهذاك القطع اللي تنقطعوه ما تيضيعوش، راه كلشي تيتكال، راك عارفه هاد الحليوه تتكون بنينه ولذيذه. وصافي أنا تنقطع على شكل مربع وتقطع على شكل مائل ممكن. وهذه هي الحليوه اللي حضرت معكم هذا النهار، يعني ساهله وبسيطه، واهم تتجي لذيذه وتيبغيها الكبير والصغير. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، تتجي بنينه لذيذه. نتمنى تحضروها في هذا العيد ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه ديالكم. خليتكم على خير الى الفيديو القادم ان شاء الله. يا ربي تفاعلوا معايا باللايكات. الله يجازيكم بالخير.